لأ، فيلمنا مع مايا بنت بسيطة عايشة مع والدتها في البيت ملهاش أي أصحاب غير ليلي زميلتها في المدرسة واللي بتتحرك معاها كل يوم للمدرسة وبتكون شخصية مخفية محدش شايفها لدرجة إن ممكن حد يقعد عليها من غير ما ياخد باله ويبقى المطلوب منها تتكلم في مناظرة قدام زمايلها لأنها بتأيد الاحتفاظ بالزي المدرسي وقبل ما بتتكلم بتتكسف وبتتعب ومبتقدرش تنطق ولا كلمة وبتجري برا القاعة كلهم بيضحكوا عليها وبتفشل في المناظرة بسبب كسوفها وإحراجها. بتكون مايا شغالة بعد المدرسة في صالة ألعاب رياضية وبتجيلها والدتها عشان تقولها إن جدتها كلارنس والدة أبوها اللي عايشة في بلد اسمها جينوفا عايزة تشوفها بالرغم من إن عمرها ما شافتها قبل كده ولا كانت مهتمة تتعرف عليها. بتستغرب إن جدتها بتسأل عليها من إنها متعرفش شكلها حتى، لكن بتوافق مايا على مقابلة جدتها وتاني يوم بتروح للعنوان اللي عايشة فيه كلاريس وبتكون موجودة في القنصلية الجنوبية. وأول ما بتظهر كلاريس كل الموجودين بيقوموا يقفوا احتراما ليها وتقابل مايا حفيدتها وبتديها سلسلة هدية تقولها كلاريس إن شعار النبالة جيوفي وكان بتاعها وهي صغيرة وبتديهولها هدية ويقعدوا في الجنينة سوا عشان كلاريس تكلمها في الموضوع المهم اللي عايزة مايا فيه. ويبان إن مايا معندهاش أي اتيكيت وبتسألها جدتها لو كانت تعرف أي حاجة عن وظيفة والدها فليب فبتقولها إن متعرفش أي حاجة عنها من ساعة طلاق من والدتها. فبتقولها كلاريس إن فليب والدها هو ولي عهد جنوفيا وده بيخليها أميرة جنوفيا والوريثة الشرعية للبلد بعد وفاة والدها وإنها جايلها عشان والدها مات وهتاخدها لحكم البلد وإنها ممكن تحولها الملكة في وقت قياسي وتعلمها كل حاجة محتاجاها لأن البلد وشعبها مستنيه. لكن مايا بتتجنن وبتقولها إن مستحيل تبقى ملكة لأنها مبتعرفش تتكلم قدام زمايلها وحاجة تبقى مخفية ومش معروفة وإنها مستحيل تتنقل من مدينة وتسيبها وتسيب جدتها وبترجع بيتها وهي مش مصدقة اللي سمعته وبتروح مايا تتخانق مع هيلين والدتها بسبب إنها خبت عليها حقيقة والدها كل الفترة دي. فبتقولها هيلين إنها عملت الصح ليها وإنها كانت ناوية تحكيلها على كل حاجة لما تتم 18 سنة وإنها قابلت فيليب في الجامعة واتجوزوا ساعتها لكنها ما كانتش قادرة إنها تتنقل معاه لبلده واتطلقوا رسمي بقى واتفقوا إنهم يخبوا حقيقة فيليب عنها عشان تعيش حياة طبيعية من غير أي تعقيدات. وبتتضايق مايا بسبب كذب أمها عليها لمدة 15 سنة من ساعة ما اتولدت وبتطلع فتنام في أوضتها وبيجي تاني يوم ويكون كلاريس راحت لبيت هيلي عشان تتكلم معاها وتقنعها إن مايا لازم تبقى الأميرة وإلا البلد هتنهار لأنها من غير ملك. وبتصحى مايا من النوم وبتجهز نفسها عشان تتحرك على المدرسة ولكنها بتلاقي جدتها قاعدة مع أمها وتقول لها كلاريس إنها لازم تفكر في كلامها لأنها عايزة تقدمها للشعب في الحفلة اللي هتتعمل في جنوفيا بمناسبة عيد استقلالها. ولحد الحفلة دي هتقدر تجهز مايا عشان تناسب مركزها الجديد وبيقدر يقنعوا مايا إنها تفكر في عرض جدتها يمكن توافق. بتوافقهم وبتخرج مع جدتها وبتلاقي في عربية ليموزين وبتعرف إن العربية دي هي اللي هتتحرك بيها بعد كده وإن هيبقى ليها حارس شخص اسمه جو وهو المسؤول عن حمايتها وخدمتها. وبتركب معاه وبتفضل تستكشف العربية وبتطلب من جو لو ممكن يشيل الإعلام اللي على العربية من قدام فبيقول لها إن الإعلام ده بيخليها يقف في أي حتة لأنها عربية يعتبر ساعتها دبلوماسية. وبعد ما بتروح المدرسة بتاعتها وبتخلصها تطلع السفارة عشان جدتها تبدأ تعلمها ازاي تتعامل كأمير وتقرر في النهاية هل هتقدم كأميرة ولا لأ. وبيبدأوا بالمشية بتاعتها وبتقولها كلاريس إنها لازم تبقى ماشية فاردة ظهرها ورافعة رقبتها بتبطل تمشي وهي موطية وازاي تقعد صح وبيكون تعليمها صعب. تبقى كلاريس مضطرة إنها تربطها في الكرسي عشان تتعلم ازاي تفضل فاردة ظهرها وهي بتاكل قدام أي حد. بتحاول تعلمها الراس وبتبقى فاشلة في كل الدروس بتاعتها وتعاني كلاريس معاها فبتطلب كلاريس مساعدة من واحد اسمه باولو عشان يعدل من شكل ماي ويخلي شكلها يليق بأميرة جنوب. وبيعاني معاها هو كمان وبيحاول يبدأ في تجميلها لحد ما بينجح إنه يغير شكلها تماما. وبتفرح كلاريس أول ما بتشوفها وبيجي تاني يوم وبتروح ماي عشان تاخد ليلي صاحبتها وأخوها مايكل من بيته وتوديهم مع المدرسة بالليموزين بتاعتها. فبتتضايق ليلي من شكلها الجديد لأنها افتكرتها عايزة تنضم لفريق المشجعات ولأن مايا بتكون مخبية عن ليلي فكرة إنها تبقى أميرة لحد ما بتزهق من انتقادها وظلمها ليها وتقرر إنها تصارحها إنها تبقى ملكة بلد كاملة ويتفقوا إنها متقولش لحد أبدا. ويروحوا المدرسة سوا بيكون شكلها متغير تماما لكنها بتلبس طاقية على راسها عشان تداري شعرها ومحدش يفتكر إنها بتقلد المشجعات. لكن المدرب بيأمرها إنها تخلع الطاقية وبيبان شعرها الجديد والكل بيعجب بيها. وتروح تاني يوم المدرسة بتاعتها بتلاقي إن الصحفة كلها مستنيينها وعايزين يعملوا معاها لقاء. بتكون فاكرة إن ليلي صاحبتها اللي اتكلمت لحد
فبيجي جو والملكة كلاريس للمدرسة، وبيكون جو قدر يعرف إن باولو هو اللي قال للصحافة إن مايا هتبقى ملكة، ده لأنه كان عايز يعرف كل الناس إن هو سبب تحول شكلها وينشر أكتر، وبكده بيكون سر مايا اتفضح. ولازم تتعامل مع كل الناس على إنها شخصية مشهورة جدا، وهي مش متعودة على ده. وبيجي وقت الحفلة على السفارة عاملاه، وهيتم تقديم مية فيه، وساعتها بيتعرف الكل عليها وبيقعدوا كلهم على ترابيزة الأكل، لكن ماي بتبوظ الغدا بسبب تصرفاتها التلقائية، وتكون متضايقة إنها ما تتصرفش زي ما كانت المفروض تتصرف، وتكون فاكرة إن جدتها هتبقى متضايقة منها تاني يوم بسبب اللي عملته وبوظته في العشاء. لكن كلاريس بتقولها إنها فكرتها بأول عشاء تحضره إنها عملت زي كده وأكتر، وإنها كانت مبسوطة بمحاولتها. بس ماي بتفضل متضايقة لحد ما جدتها بتقرر إنها تلغي كل المواعيد اللي عندها، وبتخرج معاه بدون حراسة وبعربية مايا البايظة، ويروحوا ملاهي مايا بتحبها، وبتخلي جدتها تستمتع بوقتها عن العادات والتقاليد اللي ملتزمة بيها دايما. ويتصوروا سوا، وبعد ما بيخلصوا الخروجة بيتحركوا على مكان السفن، لكن بيكون في مطلع قوي على العربية، وده بيعطلها وبيخليها ترجع لورا، وتبوظ الفرامل بتاعة العربية، وبيخبطوا في الترام اللي وراهم. ولأن مايا مبيكونش معاها رخصة بتيجي الشرطة عشان تقبض عليها، لكن كلاريس بتقولها إنها بصفتها ملكة جنوفيا وموافقة إن حفيدتها تروح القسم، مبسوطة بإخلاصه وإصراره على تطبيق القانون، بتفكر تكافئه كمان وتجيب له بعثة عمل كويس في جنوفيا. ويتحرك الشرطي من ذوقه، وساعتها بيقولها إنه مش لازم ياخد الأميرة القسم، ممكن يتغاضى عن الحادثة المرة دي، وبياخدهم ويوصلهم لحد السفارة بنفسه. بيجي تاني يوم وبتروح معاه مدرستها، وبتلاقي إن الكل عايز يصاحبها ويتعرف عليها لأنها بقت شخصية مشهورة ومعروفة. بيحاول جو زميلها اللي هو معجب بيها يتكلم معاها، مع إنه مكانش طايقها ولا بيطيقها، ويعزمها على الحفلة اللي هتتعمل على الشط يوم السبت. وتكون فرحانة جدا إن جورج عايز يخرج معاها، وتروح بسرعة تقول لصاحبها مايكل على اللي حصل، لكنه بيتضايق لأنه كان متفق معاها إنها تحضر حفلتها ويوم السبت، بس بتقوله إنها مش هتقدر تيجي عشان هتروح مع جوش، ويبان عليه إنه معجب بيها لكن محرج يصارحها. وبيجي وقت الحفلة، وبتفضل مايا مع جوش لحد ما بيلاقوا طيارة أخبار بتحاول تصورها، فبتستخبى من الصحفيين جوه أقرب بيت خشبي على أمل إنهم مش هياخدوا بالهم منها، لكن بيفضلوا مستنيينها تطلع من البيت عشان يصوروها. أول ما بيخرجوا بيحاول جورج يبوسها بالعافية عشان يتصوروا وأخباره تتنشر هو كمان، لكنها بتضربه عشان يبعد عنها، وبتروح عشان تغير هدومها بدل هدوم البحر اللي هي لابساها. وتلاقي زمايلها جايبين لها لبس وبيعملوا نفسهم بيساعدوها، ويدخلوها جوه مكان بسترة عشان تغير هدومها. وبعدها بينادوا كل الصحفيين وبيشيلوا الستارة من حوالين مايا، ويخلوها تهرب من المكان وهي محرجة وبتعيط. وبتوصل البيت وبتحكي كل اللي حصل لمامتها، وهي بتعيط وبتنتشر الصور بتاعتها في كل الجرايد، وبتكون فضيحة كبيرة ليها وللعيلة الملكية كلها. وده اللي بيخليها تاني يوم تقابل جدتها وتعتذر لها على إنها مش هينفع تبقى ملكة بعد اللي حصل، وهي اللي غلطانة، ولو كانت عايزة ما تحضرش حفلة عيد الاستقلال كمان مش هتحضر. فبتقولها كلاريس إنها ممكن تيجي الحفلة لأنها لسه من العيلة الملكة، وبتسيبها مايا وبتمشي وهي زعلانة. وبيكون جو سمع اللي حصل، ويدخل يقول لكلاريس إنها كانت قاسية جدا على حفيدتها، وإنها لسه صغيرة ولقت مسؤولية كبيرة عليها غصب عنها، وكان لازم تتساهل معاه شوية. وبتفهم كلاريس كلام جو، وبداية تفكيرها في قرارها. بتكون مايا وصلت مدرستها، وتكون سيرتها أخبارها عند كل الطلبة لأنهم بيكونوا عارفوا كل اللي حصل. بتروح على ليل صاحبتها، وبتلاقيها كمان زعلانة منها لأنها كانت متفقة معاها تطلع معاها في برنامجها اللي بتعمله، ونسيتها عشان تروح الشط مع جوج اللي كان السبب في كل اللي حصل أصلا. تأسف مايا على اللي عملته، وبتقولها إنها خلاص مش هتبقى أميرة ولا ملكة لأنها اتنزلت عن العرش بعد الفضيحة اللي حصلت. بس ليلي بتقولها إنها كانت متحمسة تشوفها ملكة جدا لأنها صاحبتها الوحيدة، عشان كده مسامحاها في اللي عملته. وبتعزم مايا على حفلة عيد الاستقلال اللي هتتعمل في السفارة كاعتذار ليه. وبيكملوا دراستهم، وبتيجي حصة الرياضة بتاعتهم، وبيكون جوش بيتمرن قدام مايا، وبتبقى متعصبة منه جدا لدرجة إنها بتضرب الكرة فيه بقوة وبتخليه على الأرض من الألم الشديد، وبتكون شبه انتقمت من اللي عمله فيه. بيجي دور زميلتها اللي ضايقتها، وبتلاقيها قدامها تاني بتتريق على الطريقة اللي بتكون لابساها. فبتكون مايا بتاكل آيس كريم وبترميه على هدوم زميلها، وتخليها تعيط قدام باقي الموجودين. بتكون مايا مبسوطة جدا لأنها أول مرة بترد على حد ضايقها. وبيجي تاني يوم، وبنلاقي مايا وجدتها موجودة عشان تديها كتاب خاص بوالدها، وإنه عمله ليها عشان تستلمه أما تتم 16 سنة. وبتعتذر كريس على طريقة كلامها معاها، وبتطلب منها إنها تعتذر عن العرش قدام الإعلام في حفلة عيد الاستقلال بالليل،
وتوافق مايا على كلامها، لكنها بتقول لجدتها إنها تحاول تتكلم قدام الإعلام لأنها مش بتقدر تتكلم قدام التجمعات. بتحضنها جدتها وبتقول لها إنها تستناها في الحفلة، وتطلع مايا أوضتها عشان تفتح الكتاب وبيقع منها جواب، متاخدش بالها من الجواب لأن أوضتها بتقعد على الجواب، فما بتشوفش وبتكون عاملة حسابها إنها تهرب من المدينة ومتحضرش الحفلة ولا تواجه جدتها أو الإعلام بسبب الإحراج اللي هي سببته لنفسها. لكنها بتاخد بالها من الجواب اللي والدها بعتهولها، وبتلاقي كاتب لها إنه كان بيتمنى يبقى معاها في عيد ميلادها ويعيش معاها، ويقول لها إنه شجاعة زيه وزي والدتها اللي هو حبها جدا، وإنه واثق فيها اللي هتبقى مسؤولة عنه. وبتفهم إنها لازم تحضر الحفلة عشان متكسفش جدتها، وبتقرر إنها لازم تروح الحفلة وبتنزل تسوق عربيتها لكن بتعطل منها. ساعتها بتفقد الأمل إنها تروح السفارة، لكنها بتلاقي جو جاي وراها لأنه خمن إنها تهرب وكان بيدور عليها وأخيرا لقاها. فبتقوله إنها عايزة تحضر الحفلة بس مفيش وقت تغير هدومها زي ما كان المفروض تلبس، فبياخدها جو زي ما هي وبيتحرك على الحفلة بسرعة قبل ما كلارنس تعلن قدام الإعلام إن مايا اتنزلت عن العرش وإنه هيروح لعمها اللي طمعان فيها. بتظهر مايا قدام جدتها وبتطلع تتكلم قدام الإعلام وتقول لهم إنها أول مرة تتكلم قدام حد من غير خوف أو عياط. ومن بداية ما عرفت إنها تبقى ملكة فكرت في نفسها دايما ولكن مفكرتش في الناس اللي ممكن تساعدهم بحكم عرشها، وما كانت أما تبقى ملكة بلد كاملة. قررت إنها تبطل أنانية وتهتم بغيرها، وإنها الصبح كانت الطالبة البسيطة مايا إنما دلوقتي هي قررت إنها تبقى الملكة مايا، ملكة جينوفيا. وتقرب منها جدتها ومعاها التاج بتاعها وبتلبسه المايا وبتقولها إنها كانت موافقة واثقة من قرارها لأنها بتفكرها بنفسها وهي صغيرة. بيتم تتويج مايا كملكة للبلاد وبتجهز وبتلبس فستانها، تنضم للحضور. بتدور مايا على مايكل عشان ترقص معاه وتعتذرله إنها اتنازلت عن حفلته عشان جورج، ويسألها اشمعنى هو الوحيد اللي اختارته ترقص معاه في الحفلة، فبتقوله إن هو الوحيد اللي كان شايفها ساعة ما كانت مختفية وإنها معجبة بيه زي ما هو معجب بيه. وبتخلص الحفلة وبتسافر مايا والدتها لجنوب اللي بقت ملكتها واستقرت هناك، وبقت تجيب مايكل وليلي يقعدوا معاها في القصر الملكي الخاص بيه. كده بيخلص فيلمنا، ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.